اتحداكم لو جربتوها ترجعوا تقولولي في الكومنتات ان دي احسن بسبوسة دقتوها. اخلط المكونات الجافة كلها مع بعض: دقيق سميد وحليب بودرة وجوز هند وسكر وبيكنج باودر. بقلبهم كويس مع بعض واتأكد ان هما امتزجوا سوا. بعد كده بضيف كوباية من السمنة البلدي بتكون دافية، ببثهم مع بعض سوا كده لما اتأكد ان كل حبات السميد اتغلفت بالسمنة. بعد كده بضيف كوباية حليب دافي، ببقى ضايفة ليها معلقتين كبار من عسل النحل. بقلبهم مع بعض بس مش بقلبها كتير، مش بتاخد وقت كتير في التقليب عشان ما تنشفش. وفي صينية مدهونة بالسمنة هنزل بالخليط وهزها كده بس بالشكل ده. بعد كده بنزين الوش زي ما تحبوا، مكسرات ممكن تعملوها سادة في الفرن على درجة حرارة 180، بتاخد 30 دقيقة بالظبط. بحضر الشربات في الوقت ده: كوبايتين من السكر وعليهم كوبايتين من المية ورشة فانيليا. أول لما تبدأ تغلي بضيف عليها شريحة من الليمون، تغلي بس غلوتين وبطفي عليها النار. بسقيها وهي طالعة من الفرن سخنة والشربات بيبقى سخن. بغطيها بورقة سلوفان 10 دقايق قبل التقديم، وبكده هتاكلوا ألذ وأطعم بسبوسة.